طيب حاج عامر، يعني آخر سؤال عشان ما اطولش على حضرتك، وهو خاص بتطبيق دوري المحترفين والأزمة، وأنا معايا بقى مش الكابتن نادر نجم منتخب مصر، المدير الفني لمركز شباب طمية، وواحد من الأندية دخلنا في في الدوري ده. أندية الجمعية العمومية المعترضين على، أو بعض الأندية المعترضة على تطبيق دوري المحترفين الموسم. لا، انا لو كابتن نادر اعترض هزعل جدا. لا كابتن نادر ده راجل بتاع كوره تمام. لا هو الكابتن نادر مش معترض، بس هو مدير فني وعانى في الملاعب اللي هو شايفها ديت. لا فعلا هو اكيد انت لازم تتطور وتعمل طبعا دوري. هو بس التساؤلات يا حاج عامر طبعا، وانت حضرتك ادرى واحد بالاجابه على التساؤلات، هي مش اعتراض قد ما تساؤلات مش مني انا، اللي احنا بنشوفه طبعا، ويعني الله يكون في عونك لانك انت في الاخر اللي يعني في وش المدفع. هي النقطه كلها ان الحقيقه يعني ما هو من اول الموسم والامر محسوم ان في دوري محترفين وفي تصفيه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فالجدل اللي حصل دلوقتي حصل ليه؟ اولا، ثانيا كمان النقطه كلها ان زي ما ذكرت وقلت البنيه التحتيه مهمه جدا. يعني قبل ما لان انت حضرتك عارف يا حاج عامر وانا عارف، مش بس لما بقيت مدير فني فشفت الملاعب، البنيه التحتيه يعني في كتير من الاماكن غير جيده. العوائد الماديه مفيش اي عوائد ماديه بالنسبه للانديه. ففي مشاكل كتيره جدا ممكن تقابل التطبيق بتاع دوري المحترفين. يعني هل المشاكل دي احنا هناخد نقطه من الحاجه كلها. اتفضل. اول حاجه، احنا باعتين الشروط من 2/10 وقبلها بشهرين كان المجلس بيلف على المحافظات كلها بيشرح الفكره ايه. يعني ما فيش صحه ان بعض الانديه بتقول لك احنا اتحاد الكره ما بلغناش. لا، الشروط من يوم 2/10 قبل المسابقه ما تبدا. تمام. عند الانديه. تمام. بس بعد الانديه ما عرفت كل واحد موقفه، مين دخل من السته اللي فوق ومين ما دخلش، ما اتكلموش الا بعد نهايه البطوله. دي نمره واحد. نمره اتنين، هم قالوا ان في استحداث درجه جديده وهيبقى قدامنا خطوه وبعدين خطوه عشان نطلع للدوري الممتاز، يعني في درجه وسط. طبعا الشروط اللي احنا قلناها على ان ال20 نادي اول وثاني هيصعدوا على طول للدوري الممتاز. الثالث هيصفي مع القسم الثاني ب، لان هو ما فيش دوري اسمه محترفين، مجموعه المحترفين، لان القسم الثاني كابتن نادر عارف كله بيلعب بعقود، ما فيش حد بيلعب من غير عقد. صح. فبالتالي كلهم محترفين. لما هم بقوا جزئين، في القسم الاول القسم الثاني الف في 20 نادي، اول وثاني هيصعدوا على طول للدوري الممتاز. وعندك القسم الثاني ب في 3 مجموعات زي اللي موجوده، هناخد الاوائل اول كل مجموعه زي ما بيحصل دلوقتي مع ثالث ال20 نادي رقم 3، الاربعه يلعبوا دوره رباعيه، فبندي فرصه ان من الاربعه دولت حد منهم يصعد للدوري الممتاز. فاحنا ما زودناش درجه على حد، لا يعني عشان اتقال ان الحاج عامر بيطلع فرقه من القسم الثالث مباشره للدوري الممتاز. لا القسم الثالث هيفضل قسم ثالث بعد كده في 12 مجموعه، القسم الثالث متحدد في لائحه النظام اللي هم 12 مجموعه، فهيبقوا 12 مجموعه. انا بتكلم على 3 مجموعات، في قسم ثاني الف وقسم ثاني ب. فكان حته ان هو لازم يقعد درجه وبعدين درجه ثانيه عشان يروح للممتاز، يعني على سنتين. لا، انت عندك فرصه انك انت بتلعب دوره رباعيه بعد ما بتلعب المجموعه بتاعتك زي ما بتلعب دلوقتي، هتلعب دوره رباعيه، واحد منهم الثالث يصعد مع الاثنين اللي هم صعدوا على طول اول وثاني ال20. كده يبقى الاثنين بدل ما كان واحد بيصعد زي النظام الحالي من 16 نادي بيطلع واحد في كل مجموعه، 2 هيطلعوا من 20 نادي. فدي فرصه كبيره. الثالث مع ال3 الاوائل اللي هم لازم يطلعوا اول، الطبيعي انه لازم تلعب عشان تصعد تطلع اول، مع الثاني 4 فرق هيطلع منهم واحد، يبقى هو الثالث للدوري الممتاز. يبقى ممكن في سنه واحده برضه في فرصه للناس دي كلها انها تطلع ممتاز من سنه واحده. وبعدين نيجي للنقطه الثانيه، احنا الانديه كلها بتعاني، وكابتن نادر عارف انه بيقول لحضرتك كل الناس بتشتكي. احنا بقى لنا كام سنه بال3 مجموعات دولت، والناس برضه بتشتكي من الماديات ومن السفر ومن الملاعب و يعني برضو الانديه كده كانت بتشتكي من النظام اللي كان فات، وفي انديه كبيره ما صعدتش برضو بظل النظام القديم، وانديه كبيره.
طب ما دي ممكن تبقى اسهل ليه؟ دي ممكن يعني مثلا القنوات اللي هتنقل المسابقه بتاعت ال20 هينقل ازاي من غير ملاعب تسمح بوضع الكاميرات؟ وحضرتك عارف لما الماتش يتنقل سهل انك انت بتسوقه، سواء كفرد النادي، والكابتن نادر عارف ان الفتره اللي فاتت كل الانديه معاهم مستثمرين واخدين الفرق. اغلب الانديه دلوقتي بيجي مستثمر بياخد الفرقه وبيرعاها وبيصرف عليها. فلما المباراه تتنقل اكيد هتبقى اسهل انك انت تسوق المباراه بتاعتك. ايوه يعني هل وبعدين الدوري دوت احنا من ايام اللي هو حرب واحنا بنحاول نطبقه، والكابتن اسلام كان معانا في الاتحاد الفتره دي كلها. صح. وكان كل ما نيجي نعمله خطوه واثنين ونيجي نقرب على الانتخابات نلغي كل اللي اتعمل ونبدا من جديد. يعني في محاولات كتيره يا اللي هو حرب والكابتن سياجي كل الناس الكبار دول، ووقت الكابتن سمير برضه انا والكابتن كبير كان الناس دي كلها الناس دي كلها كانت بتحاول ان هي تطبق النظام دوت. وبعدين يعني ما ينفعش ان احنا يعني نبني مسابقه على شروط ونيجي بعد المسابقه بتنتهي، لان في ناس بقى لها حقوق في المسابقه الجديده وفي ناس هبطت على ظل الشروط اللي هي اتبعتت. يعني افهم من كده يا حاج عامر انك انت هتقسم يعني الدوري الممتاز اللي هو دوري الدرجه الاولى، وانا بعد كده الدوري اللي هو القسم الثاني او الدرجه الثانيه هو القسم الثاني الف وب. الف اللي فيه 20 نادي يعني مجموعه واحده، وب فيه 3 مجموعات. اللي ب زي اللي هو موجود دلوقتي هيطلع اول كل مجموعه. 3 مجموعات مع الثالث بتاع ال 20 نادي هيلعبوا دوره رباعيه يطلع الثالث. حاج عامر الثلاث مجموعات كل مجموعه فيها كام فرقه يا حاج؟ 18. 18 زي سعيد برضو القاهره وبحري صح؟ هيبقى فيها جغرافي برضو زي ما هو موجود دلوقتي. زي ما هو موجود دلوقتي. وهيطلع 3 من الثلاثه اللي هم الاوائل بتوع المجموعات هيصفوا مع ثالث ال 20 نادي. طب ماشي. هو دلوقتي طلع الثلاثه وصفوا مع ثالث ال 20 نادي، وواحده من الثلاثه دول صعدوا دوري ممتاز. تمام حضرتك؟ مظبوط. مين بقى هتطلع فرقه ثانيه؟ يعني ما هو مش المفروض ثلاث فرق هيصعدوا وثلاث فرق هينزلوا؟ لا احنا عايزين نقلل العدد بقى يا كابتن نازل. يعني في تقليل العدد بعد كده. لسه الصعود والهبوط ديت هنظبط علشان الفكره كانت الاكبر، بس طبعا لو فتحناها دلوقتي الناس مش هتصل. احنا عايزين الخطوه اللي بعدها بعد ما تستقر على الامور ديت تعمل الدوري اللي فوق 16 نادي. احنا في مشاكل دلوقتي في موضوع ال 18. المغرب 16 نادي لسه ما خلصوش الدوري ولا الكاس. انهي دوري اللي هو الدوري الممتاز؟ ان يبقى في اتجاه لان يبقى في يبقى 16 نادي. ما انت بتثبت الاول القسم الثاني وبعد كده عايز الدوري الممتاز يبقى 16 والقسم الثاني اللي بعديه الف هيبقى 18. تمام. يعني انت بتعمل التدرج الطبيعي. وبعدين المصلحه ان الناس اللي بتهبط من فوق، والانديه الكبيره لما هبطت زمان وكانوا فاكرين ان الموضوع ده مصلحتهم كانوا بيتوهوا في المجاميع الكثيره اللي تحت والملاعب اللي الكابتن نادر عارفها. انما لما بتنزل على دوري في انديه كبيره وفي ملاعب كويسه سهل انك انت بترجع تاني على طول. تمام. انك انت بتلعب كوره. يعني افهم كده يعني دي الفكره ككل. يمكن الناس هتهاجمني انا عشان انا بطلع اشرحها، انما ده قرار المجلس كله والانديه كلها لعبت المسابقه على الشروط ديت. المطالبات نتمنى ان الناس تفكر كويس في المصلحه. يعني المطالبات بسحب الثقه من المجلس في حاله الاصرار على تطبيق الدوري ال 20 نادي او دوري المحترفين زي ما هو مسمى، يعني اللي في مصلحه الكوره تتعمل يا كابتن اسلام. يعني الخطوات اللي جايه بتاعت الجمعيه العموميه غير عاديه جايه على ان في استحداث درجه جديده، انك انت بتزود لي درجه عشان اصعد للدوري الممتاز. بالظبط. وانا شرحت لحضرتك ان الموضوع ده مش موجود، ان مفيش استحداث لدرجات، وانك انت متاح للانديه كلها ان هي تصعد على طول. نمره 2 الشروط من 2 ل 10 موجوده في الانديه. انما التهديد والحاجات دي كلها والله الجمعيه العموميه حره تعمل اللي هي عايزاه، واللي شايفاه ان في مصلحه الكوره من الناحيه الفنيه تتعمل، وفي الاخر كله بيجتهد والمجلس بيجتهد. حاج عامر حضرتك احنا كنا بنتكلم في 3 نقط.
نقطه الصعود، وبعد كده حضرتك قلت دلوقتي نقطه الهبوط فيها تعديلات كتيره جدا، سواء من خطوه بقى في خطوه بقى جايه سواء من الدوري الممتاز او دوري يعني انا الحقيقه عندي تحفظ على فكره دوري المحترفين، لانه كله محترفين، يعني دوري يعني الدرجه الاولى ده كلهم بيلعبوا بعود. ما انا قلت يعني. ما فيش دوري اسمه دوري المحترفين. بالظبط. هم الجمعيه العموميه سمتها هي اللي كده. سمتها. احنا قسم هم الجمعيه قالت كده. حاج عامر، هل حضرتك لقيته او يعني في عوائق او يعني في الموارد الماليه، هل برضو درستوها مع الشركات الراعيه او الحقوق التلفزيونيه؟ أنا بقول هو لحضرتك يا بيكلمك كابتن ان نادر، هيعمل 20 نادي علشان اول حاجه 20 يسوقوا. نادي عشان يعني تبدا هو تتكلم. لسه لازم هتروح للراجل اللي هينقل المباراه بتوع البث. لا، هو واحنا تم قعدنا طبعا التسويق مع اون تايم اول امبارح. طبيعي. قال لك ابعت لي بس الملاعب وايه الملاعب المجهزه اللي هتتلعب فيها وتوقيتات الماتشات والمواعيد علشان يقدر يدرس وياخد القرار. والشركات الراعيه، وانت اول حاجه لازم تنقل المباريات. ما الشركه الراعيه هتجي لك من غير مباراه ما تتنقل. فدي الخطوه الاولى، ان المباراه تتنقل الاول. انت فاكر حضرتك زمان كنا بنتحايل على التلفزيون لما نيجي نعمل مباراه اعتزال، لان بناء ونجيب التلفزيون وما بناخدش فلوس مقابل ان الراجل اللي بيعتزل عشان ياخد اعلانات الشركات، صح، يقول له المباراه منقوله وكم مليون هيشوفها، فالاعلانات بيحطها، فبيقدر يجيب اعلانات. هو الدوري القسم الثاني سهل جدا ان يتسوق يا حاج عامر عشان جماهيري اكتر. لا بالظبط. انا اشتغلت في الاذاعه واشتغلت في الفضائيات قبل كده. دوري القسم الثاني بيتم متابعته صح. بشكل غير طبيعي يا حاج عامر. صح. يمكن من اهم من مباريات ممكن تبقى في الدوري الممتاز. طبعا. لان طبعا انا فرقتي مثلا دمنهور، انا عايز فرقه دمنهور او فرقه يا او في الاولمبي او في ايا كان الانديه. بص، تاكيدا لكلامك، انا الفرقه اللي دربتها الموسم اللي فات طميه دي، حتى لو هي نادي صغير جدا بس فيها بتاع 600 700 الف. ايوه بالظبط، اللي هم اللي موجودين في المركز. لا، موجودين في البلد. ايوه، ما انا بقول فانت بتمثل بلد. يعني المركز انا فاهم. المركز خاصه بالمحافظه. فبالتالي انا اذا كنت اهلاوي ولا زملكاوي، انا فاكر وانا شغال يا حاج عامر في بدايتي في الصحافه كان لازم تخصص نص الجورنان لانديه القسم الثاني. ايوه صح مظبوط. لان اذا كنت انا اهلاوي ولا زملكاوي فانا بروح برضو، انا من دمنهور، انا من المحله، من الغربيه، من الكلام ده كله. صح. فبقدر ان انا بيكون في تسويق. ده انا بكلمك تسويق لايه؟ للصحف. صح. فما بالك باذاعه الماتشات في زي ما حضرتك بتقول يا حاج عامر. لا، الموضوع الحقيقه يعني احنا بقالنا مده الانديه كلها بتعاني في ظل النظام بتاع القسم الثاني اللي موجود حاليا. وحضرتك عارف ان في انديه كتير اللعيبه ما بتروحش التمرين وممكن ما يروحوش مباريات كمان. فمش هنفضل على نفس النظام. يعني الانديه لازم بقى تخش في تجربه جديده، وبعدين تفضل تدرس بقى التجربه الجديده اللي انت بتعملها. بس يعني تعمل خطوه، لازم تعمل خطوه. تمام يا حاج عامر، انا بشكرك طبعا. يعني وضحت امور مهمه جدا خاصه بالمنتخب وخاصه بتطبيق دوري ال20 نادي او دوري المحترفين.